السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طبق حلو جدا، طبق مميز ما بياخدش وقت، الحاجة كلها موجودة في البيت وبأقل التكلفة. ومن ايه كل ده؟ باتنين بطاطستين. يعني ايه باتنين بطاطستين؟ يعني بطاطستين كبار مبشورين. تعالوا نقول المقادير، بس عايزة اوريكم الصورة. بصوا حلو ازاي البطاطس مستوية، طعمها حكاية. تعالوا نقول المقادير: 3 بيضات، قرنين فلفل اخضر او حامي او احمر. ده انا كان عندي سجق مدخن، ممكن سلامي، ممكن بسطرمه، ممكن لانشون اللي متواجد، جبنه رومي، وبطاطستين كبار مبشورين. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. انا جبت بطاطستين بشرتهم، حطيتهم في الميه علشان ما تسودش، وبعد كده هسيبها تتصفى، تنزل النشا اللي فيها. بعدين لما تنزل النشا اللي فيها هغسلها تاني، هشطفها تاني وهسيبها تتصفى. وعندي هنا 3 بيضات، هنزل عليهم برشة فلفل حلوة كده كتيرة علشان الزفارة، وعلشان البطاطس هنزل عليها بكمية كبيرة، وهنزل عليها بالملح برضو كمية كبيرة، يعني نص معلقة ملح. تمام كده. هنزل كمان بقرنين فلفل اخضر، ممكن احمر، ممكن حامي المتواجد عندنا، ممكن فلفل الوان نقطعه مربعات صغيرة اللي متواجد، ممكن نحط بدل الفلفل ممكن نحط بقدونس. تمام كده. احنا هنرب البيض مع الفلفل الاخضر، بس كده. وبعد كده هننزل كمان بالبطاطس. البطاطس لازم تكون متصفية، ما تكونش فيها مية، وهننزل بالبطاطستين كلهم هنقلب. انا عايزه البيض ما يكونش كتير، بس البطاطس تكون اكتر، لان احنا المقادير بتاعتنا هي البطاطس هي الاساس مش البيض. البيض ممكن نعمل بيضتين 2 كمان، انا عملت 3 لان البطاطس عندي 3 كبيره. تمام كده. هنزل عليها كمان بمعلقه دقيق، معلقه واحده بس، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر. الخطوة دي أساسية علشان البطاطس تكون مستوية، وفي نفس الوقت تدي قوام، ما تكونش سايلة. أنا عايزة البطاطس تكون ماسكة نفسها وبتتقطع خرطة حلوة جدا. بعدين هنزل بالطاسة بمعلقتين ل3 معالق من الزيت، مش كتير، بس أهم حاجة ان الطاسة تكون سخنة. ننزل عليها بالبطاطس. انا هعملها على مرتين. اول مرة هنزل البطاطس في الزيت وهسويها، اهم حاجة التسوية، تكون البطاطس كلها مستوية متسوية. وبعدين هنزل عندنا سجق نحط، عندنا بسطرمة، لانشون، جبن، انواع الجبن، ممكن نحط جبنه موتزاريلا مع جبنه رومي، ميكس تشيز، ايه اللي متواجد عندنا. انا دلوقتي كان عندي سجق مدخن حطيته، ممكن نحط سلامي المتواجد نحطه، مفيش مشكله، لان الاكله دي اكله اقتصاديه، فاللي متواجد نحطه مفيش مشكله خالص. بعد ما حطيت السجق احط قطع جبنه رومي، ممكن تكون مبشوره، انا ما كانش عندي مبشوره، بس انا حطيت اللي متواجد عندي. هنزل بالجبنه الرومي بس كده. عايزين تحطوا زيتون مفيش مشكله خالص، انا ما كانش عندي فانا حطيت، يعني اساسها حلو قوي كده، مش محتاجه زيتون. اللي حابب يزود حاجات طبعا يزود، مفيش مشكله خالص. بعد كده هنزل بالرق التاني البطاطس الكميه التانية، وهسويها، اغطي طبعا كل المكونات اللي انا الحشو اللي انا كنت حطيته، اسويه. وبعد كده هنسيبها على نار متوسطة، ونسيبها لما تستوي. بعد ما استوت طلعت جميلة جدا، لونها حلو قوي، هشة. قطعتها انا لسه مطلعها سخنة جدا. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، بصراحة شكلها وطعمها يفتح النفس.
ممكن ناكلها بالشوكة وممكن ناكلها بالعيش مع مخلل مع سلطة، المتواجد عندنا مش هنقول لا. انا حبيت اوريها لكم القوام بتاعها، واتقطعت في ايدي قطعة جميلة جدا. البطاطس مستوية من جوه، والف هنا وشفا.